باسل، كيف هي الأجواء في محيط مقر البعثة الإنجليزية بعد توقف مشوار المنتخب في هذا الحدث الاستثنائي؟ شكرا منال. بس الحمد يحييك من أمام فندق سوق الوكرة. الآن خلفي حافلات التي ستغادر بها البعثة الإنجليزية. تقول العبارة الشهيرة في إنجلترا It's coming home، عبارة عن أن كأس العالم سيعود إلى منزله إلى إنجلترا، لكن The English team is coming home، هو المنتخب الإنجليزي هو من أتى إلى المنزل بدون كأس العالم. تحديدا عند الساعة 11:30 بدأت مغادرة بعض اللاعبين الفردية. غادر فودن وغادر أيضا ماغواير، فودن في سيارة خاصة وماغواير في حافلة خاصة أيضا. هذا يعني بأن اللاعبان سيتوجهان إلى وجهة مختلفة ليس إلى إنجلترا. بعثة المنتخب الإنجليزي كان من المفترض أن تغادر الساعة 11 ظهرا، لكن تأخر إلى الساعة 12 ظهرا، ومن ثم تم تأجيل الموعد. من المفترض بعد لحظات قليلة يغادر المنتخب الإنجليزي إلى المطار ومن هناك إلى إنجلترا. كنت أتحدث مع الزملاء الإعلاميين المتواجدين هنا لتغطية أيضا مغادرة المنتخب الإنجليزي. في الحقيقة الجميع يقول بأن اختيار هاري كين لتسديد ركلة الجزاء كان أمرا خاطئا من ساوثغيت، لأن هاري كين سدد أمام زميله حارس المرمى، زميله في توتنهام، وبالتالي هو يعرف جيدا هاري كين، وبالتالي أدى هذا الأمر إلى إرباك هاري كين. كان من المفترض إيكال المهمة إلى شخص آخر. هناك أيضا أحاديث بأن مستوى المنتخب الإنجليزي لم يكن مستقرا كامل البطولة. في بعض الأحيان كان يقدم أداء ممتاز ورائع جدا، وفي بعض الأحيان كان يؤدي مستوى متذبذب. هذا ما كان أيضا أمام فرنسا. لذلك أستطيع القول بأنه الآن حالة عدم رضا تسود الإعلام الإنجليزي وأيضا الشارع الإنجليزي صحيح. بحسب ما نقل لي الزملاء. هذا نعم. كل شيء من هنا من سوق الوكرة. أعود إليكم زملائي. نعم باسل، ننتقل إلى جمال من مقر إقامة منتخب